الزوجة كانت سعيدة مع زوجها، وبتقول ربنا أكرمني وأنعم عليا بزوج حنين وأولاد جمال. هي عندها بنتين، واحدة 5 سنين والتانية 3 سنين ونص. راضية بكل أحوال جوزها، ضاقت أو وسعت هي راضية، ولكن مفيش حاجة بتستمر. الست اشتكت في يوم، ولما راحت للدكتور قال لها ده أنت عندك ورد خطير. وجهها لعلاج وجلسات تاخدها مكلفة جدا. الزوج ما قصرش وادها فعلا اتعالجت، ولكن الحالة كانت خطيرة. في يوم قالت له أنا عايزاك لما أموت تتجوز، بس أرجوك تخير ست تكون صالحة، وحلفها على المصحف إنها تراعي ربنا في بناتنا. قال لها بلاش تقولي كده، إن شاء الله هتبقي كويسة، ولكن قضاء الله نفذ والست توفت. الراجل ما قصرش مع بناته، كان بيروح شغله ويسيبهم عند أخته، لغاية ما في يوم لقيت أخته بتقول له أنت لازم تتجوز. هو حس إن هو دقل على أخته، فقال لها طب أنا مين اللي هترضى بيا؟ أنا ظروفي المادية أنت عارف، أنا صرفت على زوجتي مبالغ وما حلتيش حاجة، فمين اللي هتاخدني وعندي بنتين؟ قالت له في واحدة مناسبة جدا، مناسبة لظروفك أنت بالذات. هي كانت متجوزة وعندها 32 سنة، وبسبب إن هي عندها سبب منعها من الإنجاب زوجها طلقها. الزوج وجد ان هي الكلام ده مناسب ليه جدا، هو مش عايز واحده تخلف، عايز واحده تراعي البنات. شاف البنت وعجبته، وقال لها في يوم انا عايزك تحلفي على المصحف ان انت تراعي ربنا في بناتي. قالت له من غير ما احلف، دول بناتك دخلوا قلبي، وهيبقوا هم بناتي اللي ربنا عوضني بيهم خير. وحصلوا واتجوزوا، وفعلا كانت حنينه عليهم اكتر من حنيته هو نفسه، وبقى سعيد جدا لغايه ما حصل ان هي حملت. مجرد ما حملت بدأت تغير اسلوبها مع البنات، ومجرد ما ولدت اتغيرت تماما، بقى كل اهتمامها بابنها، والبنات نسيتهم خالص، لدرجة ان الاب بقى هو اللي يهتم ببناته اكتر من المولود الجديد. وهي تقول له ليه كده؟ قال لها انت نسيتي البنات، فانا بعوضهم عن اللي انت ما بقيتيش تعمليه معاهم. الولد مش فاهم حاجة، انما البنات هم اللي فاهمين. الست حطيتها في دماغها وقالت له طب حاضر، انا هرجع اتعامل مع بناتك كويس، وانا كنت قصرت معاهم بس ده كان غصب عني عشان ظروف الولاده والعيل الصغير. الزوج بدا هو كمان ياخد باله من مراته، وبدا علاقتهم تتحسن عن الاول. وفي يوم لقيته زعلان، قالت له في ايه؟ قال لها انا عايز ادخل البنت المدرسه، سنها وجب تخش المدارس، بس انا مش معايا فلوس كفايه. قالت له ولا يهمك انا هساعدك. بقى سعيد جدا، مش سعيد ان هي هتديله فلوس، ده سعيد ان هي حنيتها لبنات هترجع زي ما كانت، وهتحس ان البنت محتاجه وهتقف معاها عشان خاطرها. ده كان سبب سعادته اكتر من سعادته ان هي هتجيب له فلوس. البنت لا استفادت بفلوس، ولا دخلت مدارس، ولا لبست هدوم، ولا شايف اي حاجه من اللي احنا كنا متوقعين ان هي تعملها. في يوم وجد البنت مرميه في الشارع، وقالوا ان هي وجد البنت مرميه في الشارع، وقالوا دي انتحرت. طبعا الامن ما فكرش ان في حد في السن ده 5 سنين تنتحر ازاي. جه وعمل تحرياته، ولكن الاب قال لهم حاجه غريبه قوي، وقال لهم البنت كانت في الفتره الاخيره بتعيط كتير، وكانت نفسيتها تعبانه عشان انا زوجتي كانت اهتمت بابنها اكتر منها، فانا كنت المفروض اوديها علاج نفسي زي ما الناس نصحوني، بس ظروفي الماديه ما كانتش تسمح لي، فانا ما وديتهاش اتعالجها نفسيا، وانا حاسس بالذنب ناحيه البنت دي ان هي وصلت للمرحله دي من غير ما انا اساعدها. الامن ما لقاش اي حاجه غير عكس اللي هو بيقوله، لان هي كانت حقيقه فعلا البنت كانت متاثره وكانت بتعيط، لان الست اهملتها تماما، وكانت بتفهم يعني ايه ان هي اثرت معاها، وان هي بتحب الولد ابنها اكتر منها، فكانت بتقول ماما ماما وتعيط. عشان كده الامن ما لقاش حاجه يوجهها ضد الام البديله اللي هي مرات الاب. انقفل القضيه على كده، وقالوا ان هي انتحرت. عدت السنين والبنت الصغيرة متأثرة لغياب أختها، والأب حزين جدا لأن البنت راحت منه، وحاسس إن هو أثر معاها. ولكن المصيبة اتكررت، الناس لقت البنت التانية كمان واقعة في الشارع، وبيقولوا دي وقعت من فوق. الأمن المرة دي ما صدقش حكاية إنها تنتحر أو إن هي تقع من فوق، وراح موجه اتهام صريح ناحية مرات الأب، لغاية ما يحصل إن هم يجدوا عكس اتهامهم. كل الشكوك بتقول ان دي مرات اب، وعيله ماتت بالطريقه دي، وبعدين بنفس الطريقه البنت التانية تموت وتترمي في الشارع بالشكل دوت. لا يمكن يكون ده انتحار، البنت عندها 3 سنين ونص. الاب ملقاش حاجه يقولها للامن، وساب زوجته مقبوضه عليها وحجزوها تحت علزمه القضيه، ورجع الشقه. لما رجع الشقه بغير هدومه، جت في ايده جلابيه، شك فيها لما لقاها مقطعه من صدرها ومن الكمام قطع غريب.
قطع ما يحصلش على الطبيعي الهبر اللي كان موجود في صدر الجلابية وفي الدراع. هنا الأب بدأت دماغه تفوق وبدأ يتصور اللي حصل. يبقى البنت كانت الأم بترميها من فوق، وهي كانت يعني بتحاول تلحق نفسها وتمسك في أي حاجة حتى لو كانت هدوم الست اللي بتقتلها. عشان كده هدوم الجلابية اتقطعت بتاعت الست. راح الرب ما نامش، جري على ضابط المباحث ومعاه الجلابية وقال له ادي الدليل على ان الست اللي ديت هي اللي قتلت بنتي. الضابط الناصح راح دخل على الست وسألها سؤال غريب. قال لها في واحد من الجيران جاي دلوقتي بيشهد وبيقولوا ان هو شافك وانت بتزق البنت من على السطح. الست انهارت لما عرفت انها شافوها وقالت فعلا انا اللي قتلتها وانا اللي قتلت التانية. انا ماليش ذنب ان انا اربي عيبتين، انا ابني هو اللي اولى بيا وابوهم كان بيهتم بيهم اكتر مني. ده جزاء اللي ياخد واحدة بدون تحقيق.